يمكن من ألذ وأفضل أنواع البسكوتات اللي الكل بيحبها الكبير والصغير هو بسكوت التمر. النهارده بقى هنعمله مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة، مكوناته موجودة في كل بيت، مغذي طبعا للولاد كده طول أيام فترة الدراسة، وينفعنا طبعا في اللانش بوكس. النهارده بقى هنعمله مع بعض بأسهل وأبسط طريقة، فيلا بينا نسمي الله كده ونصلي على رسول ونبدأ الوصفة بتاعتنا. في الأول كده معانا بيضاية بدرجة حرارة الغرفة، معايا نص كوباية من الزيت، ومعايا نص كوباية من السكر. طبعا طالما معانا هي بيضايه يبقى هضيف هنا معلقه صغيره كده من الفانيليا. في الوقت ده اكون مجهزه بقى هنا شفشق الخلاط. لو مش متوفر خلاط اصلا من الاول، لو مش عايزه تستخدميه تقدري تستعملي كده مضرب السلك العادي خالص، بس اهم حاجه ندوب السكر كويس. هضرب بقى كل المكونات دي مع بعضها لغايه ما السكر معايا يدوب معانا بالشكل ده. في الوقت ده هنركنهم كده على جنب، وتعالوا بقى نجهز مع بعض المواد الجافه. معايا هنا كوبايه ونص من الدقيق، هضيف عليهم معلقه كبيره من اللبن البودر، عليهم معلقه كبيره من النشا، ومعايا نص معلقه صغيره كده من البيكنج باودر، وهضيف عليهم هنا ذره الملح. هقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعضها. في الوقت ده طبعا هنجيب هنا الخليط السائل اللي احنا ضربناه في الخلاط، وهنزل بيه بقى على المواد الجافه. هنزل هنا بقى بمقدار السوائل كلها، واهم حاجه ما نسيبش اي حاجه من المقدار في الخلاط، عشان طبعا ده كله من المقدار بتاعنا. في الاول كده هبدا اقلب ده طبعا كله بالمعلقه، تقليب كده لغايه بس ما الدقيق بتاعنا يختفي، وبعد كده هعجنها كده بايدي، بس مش عجن لا، مجرد هلم العجينه بس، لان ده بسكوت ما ينفعش ان احنا نعجنه زياده عن اللزوم، عشان بس ما ينشفش ويحجر معاكي كده في الفرن. انا كده بعد ما قلبته بالمعلقه طبعا هستخدم ايدي لغايه ما يكون كده معانا عجينه طريه كده ولينه. هعمل لها كده اختبار واشوفها فيها تشققات ولا لا. بصراحه العجينه بتاعتي كانت ممتازه من اول مره، ما كانش فيها اي تشققات وما احتجتش ازود اي حاجه. طب لو حصل معاكي مثلا والدقيق بتاعك مختلف كده وانت جيتي تكوريها وحصل معاكي اي تشقق، هنزود معلقه حليب ونعجنها كده ونلمها مع بعض ونشوف شكلها عامل ازاي، وان شاء الله تلاقيها لمت معاكي على طول. هنجهز مع بعض بقى الحشوه. جبت هنا العجوه بتاعتي، ضفت عليها كده معلقه من السمنه البلدي، هقلبها كده كويس واعجنها مع بعض كده لغايه ما تبقى معانا بالشكل ده. جبت هنا العجينه، اهم حاجه فرشت هنا في الاول كيس من بتاع التلاجة فردته، وده طبعا اهم حاجه معانا النهارده في الوصفه، هيساعدك جدا وانت بتعجني العجينه بتاعت النهارده، وبتفردي كده بكل سهوله. انا بفرد كده العجينه ما بين كيسين، وهتتفرد معانا باسهل وابسط طريقه. عشان كده بقولك يا ريت تستخدمي كيس التلاجة ده، هيسهل معاكي كل حاجه. بعد ما فردت كده العجينه بتاعتي بالشكل ده، هجيب بقى العجوه بتاعتي. طبعا انا هكون فرداها برضو بنفس الشكل بالطول كده، بحيث لما اجي اضيفها تتفرد معايا على طول. طريقه سهله جدا وبسيطه، وبسكوت طبعا تقريبا كلنا بنحبه، وينفع كده الولاد طبعا في اللانش بوكس بتاعنا، مغذي ومفيد طبعا ليهم. بعد ما فردت كده العجينه بتاعتي، حطيت عليها بقى العجوه. في الاول طبعا لازم اسوي كده الحروف بتاعتي ونشيل العجينه الزياده. طبعا العجينه دي مش بنرميها ولا حاجه، احنا بنعجنها تاني ونشكلها بنفس الطريقه تاني. هشيل بقى الزوايد دي واركنها كده عشان اعجنها تاني واشكلها بنفس الطريقه. في الوقت ده هجيب بقى الكيس بتاعنا كده، هنرفعه ونبدا نقفل بقى على العجوه بتاعتنا. عايزه اقولك الكيس ده هيسهل معانا النهارده التشكيل باسهل وابسط طريقه. هبدا بقى اقفل كويس جدا، وتضغطي كده بايدك بحيث بس كلها تتقفل من تحت كويس. وافتكر طبعا الفيديو شارح نفسه النهارده كويس قوي. هديلها بس فرده بسيطه خالص بحيث العجينه كده تلم على بعضها وتتقفل كويس. هبدا بقى اقلبه على الناحيه التانية على السطح التاني، واخلي الارضيه كده تكون من تحت. هجيب بقى اي شوكه عندي وابدا اعمل بقى الخطوط اللي تبقى على الشكل ده من فوق. واهم حاجه تخليها بارزه شويه، علشان بس بعد التسويه تلاقيها نفس النقشه لسه موجوده، ما تختفيش معاكي. في الوقت ده طبعا هنبدا نقطعه. طبعا تقطعين التقطيعه اللي تحبيها، يعني كبير او صغير مفيش اي مشكله خالص، الحجم اللي بتفضليه قطعي بيه. طبعا معانا هنا الصاج بتاعنا يكون مدهون دهنه بسيطه كده من الزيت، وابدا ارص بقى. طبعا البسكوت بتاعنا شكله بيتكلم عن نفسه بصراحه، من قبل التسويه هو شكله تحفه بصراحه، الريحه بتاعته كانت خطيره. انا هنا بعد ما خلصت كل الكميه ورصيتها هنا في الصاج، هدخلها الفرن على درجه حراره 180، وبشغله الاول من تحت، وبعد كده بشغله الشوايه، ويطلع معانا واخد لون تحفه جدا، ويبقى معانا بالجمال ده. بجد ريحته يا جماعه كانت تحفه. التسويه يا ريت ما نزودش في التسويه عن ربع ساعه. اول ما ياخد لون حلو كده من تحت بنشغله الشوايه، عشان العجوه بتاعتنا ما تنشفش عشان العجوه ما تنشفش معانا جوه في الفرن، ما نزودش وقت التسويه. وصفه سهله جدا وبسيطه، اتمنى تجربوها. اشوفكم على خير في وصفات تانيه جايه جديده. مع السلامه.